هنعمل النهاردة وصفة بالبطاطس برضو سهلة وجميلة وطعمها مميز وهتعجبكم ان شاء الله. اقرب كده للطعم اللازانيا شوية. اول حاجة دول تقريبا 8 حبات بطاطس كبيرة، يعني تقريبا كيلو وشوية. هنقطعها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. ممكن تقلوها في الزيت، بس انا فكرت ان انا اسلقها يعني تبقى اخف شوية. بس مش هنسلقها للاخر، يعني هنغطيها بالمية وشوية ملح، وهنسيبها اول ما تبدا تغلي. هنسيبها 5 دقايق بالظبط، يعني المهم ان هي تكون لسه ما استوتش، يعني لسه فيها كده. آم، يعني لسه مش مستويه جامده شويه من النص. هنحطها على النار اول ما تبدا تغلي. بعدها ب5 دقايق بالظبط هنقفل النار، او انتوا تبصوا عليها لحد ما تشوفوها. بصوا لسه هتلاقوا ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت مش نيه خالص. هنجيب بقى صينيه عندنا دي حجمها وسط. هندهنها بالزيت. وهنستخدم عندنا طبقات البطاطس، هنحطها طبقتين. هنحط اول طبقه من البطاطس، وهنحتاج معاهم تقريبا 600 جرام من اللحمه المفرومه معصجينها زي الفيديو بتاع البطاطس المقوره. بس انا مزود عليه بس جزر مبشور، يعني بيزود الكميه وكمان بيدي قيمه غذائيه للاكل عندنا. ونفس الفكره بالظبط بعصير الطماطم، و مفيش اي تغيير يعني عن وصفه البطاطس المقوره اللحمه هنا. هي بس الجزر المبشور. هنحط بقى كميه محترمه كده ان هي تغطي كل البطاطس اللي عندنا. ولو حابين اختياري تحطوا طبقة جبنة في النص هنا ممكن تحطوا، بس انا اكتفيت اللي هيتحط على الوش. وبعدين هنغطيها تاني بطبقة من البطاطس. اخر حاجة بقى الخليط اللي هنسقي بيه عندنا دول كوباية الا ربع من اللبن وربع كوباية كريمة، يعني خليط على بعضه كوباية 200 ملي من اللبن على الكريمة، ومعاهم بيضتين، ومعلقة صغيرة من الملح وفلفل اسود. ده اللي هو اللبن مع الكريمة الدبل كريم. وهنحط عليهم 3 معالق كبار من زبدة سايحة أو سمنة سايحة، يعني اللي موجود عندكم، أو زيت، بس أنا استخدمت هنا سمنة. سيحتهم وحطيتهم على الخليط اللي عندنا. حاولت تضيفوا أي بقى بهارات انتوا بتحبوها، زي مثلا بابريكا، ريحان، ممكن تضيفوا. واخر حاجه دي طبقه من جبن، موتزاريلا على شيدر، اي نوع جبن عندكم، بس هنغطيها بكميه محترمه عشان هي اللي هتعمل لنا الطبقه اللي عندنا. بس اكل سهله وسريعه وما بتاخدش من اي وقت خالص، يعني اي مكونات عندكم هتعملوا الوصفه دي. هندخلها على فرن درجة حرارة 190 لحد ما تاخد وش زي ما انتوا شايفين كده في الرف اللي في النص. ريحتها يعني جميلة جدا. زينتها بقى بشوية بقدونس. وهوريكم بقى شكلها من جوه، سيبها بس تهدى شوية. بس هي اهم حاجة ان البطاطس ما تكونش اتسلقت على الاخر علشان تبقى القطع ماسكة نفسها. دي بعد ما بردت شوية ممكن تاكلوها بقى مع عيش، مع سلطة، تبقى أكلة حلوة وسريعة وخفيفة. يا سلام على الريحة، هتعجبكم جدا ان شاء الله. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.